اليوم كاين معاملات كثيرة يتشابه أمرها عن الناس، ما يعرفوش وجه الصواب فيها، ما يروحوش يسألوا، يقولوا دير برك، تنباك انت تنباك جهنم تخلقت على جالك، يا ودي جهنم راهي تدي الناس، دير ويروح يدير. بصح هذاك العمل هذاك من المتشابهات، والمال من حلال من حرام. قال فمن اتقى الشبهات ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اليوم كي تدخلوا الأسواق التجار عموما، غير اللي يسلمهم ربي من الناس اللي يخافوا ربي وما يدنوش للحرام وما يفعلوش الحرام ويسعوا جاهدين في الحلال وصابرين، ويقول لك نصور 1,000,000 من الحلال خير من 10 ملايين بالحرام، وصابرين وماشيين. الآن الأسواق وأتكلم عن دراية وبينة وعن واقع مرير. الأسواق الآن فيها الحرام، بل إنها تعج بالحرام. والتجارة اليوم معظمها التجارة اليوم فيها الحرام، لا يخافون الله. وزيدك هات برك يتقبض عليك ويديلك أموالك وانت تشوف. وكمثال بسيط، دخلنا إلى السوق نلقاو شيء يباع، مثلا سوق الأغنام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا القطيع فهرة كم ثمنه؟ يقول لك ساوموني وراهم عاطيني 5 ملايين. تقول له انت تبين له باللي راك شاري. هو هذاك يجي صاحب الغنم، ماشي صاحبك انت، صاحب الغنم، يقول له هذا فهرة، يقول له هذا القطيع راه فيه 5 ملايين بالجملة، يعني للراس، اتفاقا بينه وبين صاحبه. يقول له بيع لي القطيع ب5 ملايين و500، لكن هو ما يشتريهش. واش يسموا هذا في الشرع؟ ها؟ التناجش. لما قال النبي ولا تناجشوا، هو ماهوش شاري، هو صاحبه، واش راه يدير له؟ راه يرفد له في الثمن. ومن بعد تقول له اخرتها كيفاش؟ يقول لك هاو مد 5 ملايين و500، زيد نبيع لك. تقول له معليش بيعه لي ب5 ملايين و600. الاخر يقول له شيخ من الاخر تبيعوني ب6 ملايين. هو وصاحبه باتفاق، يقول له تبيع لي ب6 ملايين، يقول له ما فيهاش. تجي انت تقول له تبيع لي ب6 ملايين و200، يقول لك الله يربح. نجش. والنبي قال لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا. تناجش في البيع هذا موجود، هذا في أسواقنا. الغرر، تدليس، تزوير، الكذب، اليمين الغموس بالطلاق، هذا في الأسواق. نهى النبي عن تلقي الركبان، الباب تاع السوق. الشرع لازم تخليه يدخل البضاعة للسوق، هكذا ولا لا؟ هو ماذا قال؟ نهى النبي عن تلقي الركبان. هو واش يدير؟ يروح يستنى اللي جايبين البضاعة نتاعهم. هو واش دار مع الأول؟ ومع الأول الصباح راح دخل للسوق، شاف الأثمان وين راهي الدور. فهمتوا عليا ولا لا؟ راح الصباح
كي الناس قبل ما تلحق. كاين ناس يتداخل شاف درع السلعه كامل، هذه شحال راهي؟ هذه 45، هذه 7 ملايين، هذه كذا. واش يدير هو يستنى الركبان، يستناها وين؟ قبل ان تدخل السوق، قبل ابواب السوق نهى عن تلقي الركبان. يقول له يطلع في الشاحنه، يقول له البيع، يقول البيع، يقول له ساومي، يقول له ما نجمش نساومك، خليني ما نجمش نبيع لك، خليني ندخل. لا، يقول له بيع لي دوكا، بيع لي دوكا. فاذا كان الثمن في السوق 45 ولا 50، ويقول له روح بيعها ب 3.5 وسلك دراهمك على الروده، يغريه. اذا كان واحد مرحي وليد بلاد تاع سوق، يقول له ندخلوا السوق. اذا كان من الباديه ما هوش سامع بالاثمان، يقول لك عوض ندخل للسوق ونهبط السلعه ونطلع ونهبط وكذا، يقول له الله يربح. شراها ب3.5 ويدخل للسوق باش يبيعها ب7. فنهى رسول الله عن تلقي الركبان. واللي راه في السوق، انا اعطيك مثالا. انا عندي الان سياره، عندي سياره دخلتها للسوق، يجوز لي انا نروح السوق؟ لا، ما يجوزليش. يهضروا ما تخافوش، هضروا باش تكون الحاله. يجوز لي نروح السوق ويجوز لي نبيع ونشري، ولا ما يجوزليش؟ ها؟ هذا راه ديوان كنا نهضر فيه درك، نجيب بكم الصبح. هل يجوز للإمام أن يشتري السيارة ولا لا يجوز؟ إيه تقولها قدامي هنا برك يجوز. علاش أستاذ الجامعة عنده سيارة والأستاذ في الثانوية عنده سيارة والأستاذ في الابتدائي عنده سيارة، وهما مستوى واحد، ليسانس. الإمام المغبون يقولوا على بالك البارح واش لقيت؟ وين؟ في الجلابي لقيت شيخ فلان، واش يبيع؟ يبيع في واحد القاضي. يا ودي راسك حبس كاع، لا يحق له، حرام عليه. الآن واحد يبيع في سيارة، جا خويا هذا اشتراها مني، نقول له السيارة هذه ب400 مليون، قال لي خلاص بايعنا. الآن هو يحق له أن يبيعها في هذا المكان؟ لا، لازم تخرج السيارة من السوق، لازم تخرج السيارة من السوق. وزيد اللي يبيع حاجة ما يشفي يدو، يجوز له. قال النبي لا تبع ما ليس عندك، ما عندكش واش راك تبيع؟ بيع في الكوارط انت. واللي يشري الثمار قبل بدو صلاحها، مازال ما كاين والو، يقول له هذا نعطيك فيه كذا. فإذا جاءت الجائحة هي الإعصار ولا الطوفان ولا المطر الغزير، وراحت الدنيا وراحت البحيرة وراح الجنان، قال النبي فبأي حق يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ولهذا الآن اليوم البيوع والتجارة معظمها قليل. احنا ما نعموش الناس، خاطر الناس الدنيا فيها المليح وفيها الحاير، وفي كل مجال كاين المليح وكاين الحاير. فلا نعمم الحكم على جميع الناس، نقولوا كل التجار في جهنم وكل التجار فجار وكل كذا وكذا. قال إلا من بر. لما النبي هدر على التجار قال التجار هم الفجار إلا من بر واتقى وصدق. هم فجار لكن إلا من بر واتقى وكان صادقا في بيعه.